هاي جايز، طبعا الفراولة قبل ما ناكلها نغسلها بمي، بس المي لحالها مو كافي. فاليوم تحكي لكم كيف تغسلوا الفراولة بطريقة تكون يعني 100%. تتأكدوا انه الفراولة نظيفة وما يكون في عليها اي وسخ. انا هون عم بوريكم كيف الفراولة بتكون وسخة لما تجيبوها. طريقة الغسل كتير سهلة وما بتاخد وقت. بدكم تجيبوا مصفاية وتحطوا فيها مي بالأول، بعدين بدكم كربونات، يعني انتوا بدكم تشوفوا حسب كمية الفراولة اللي عندكم قدر تحطوا لها كربونات. بعدين بدكم خل أبيض، رح تحطوا برضو حسب كمية الفراولة اللي عندكم. بعدين رح تفعلوا الكربونات والخل وينظفوا الفراولة. ما تنسوا كمان تحركوهم أو تغسلوهم بإيديكم بهاي الطريقة عشان تتأكدوا إنه عم بتغلغل الخل والكربونات في الفراولة. بعد تقريبا 30 ثانية، ما تطولوا عليهم عشان الخل بخلي الفراولة تتبل. راح نصفي الفراولة من المي الوسخة. شوفوا الوسخ. راح اعمل غسلة تانية للفراولة بمي نظيفة، ما راح احط عليها اي اشي، فقط مي. وراح برضو هيك يعني نظفهم بايدي وبس. هاي كانت الطريقة. بس حبيت هلا اوريكم اني راح اصفطهم بصحن للتقديم. بس هاي كانت طريقة سهلة وسريعة، ما بتاخد وقت، وبتتأكدوا انه عن جد الفراولة نظيفة.